طبعًا في الفيديو ده عايزين نتكلم عن مسلسلات رمضان اللي أنا شايف في الموسم ده أو موسم رمضان 2023 تقريبًا ما فيش ولا مسلسل نجح حتى الآن، يعني حتى مسلسل جعفر العمدة بتاع محمد رمضان اللي دايمًا متصدر الترند أو العديد بيتكلموا عنه سواء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن رأيي إن معظم هذه التغريدات أو التعليقات بتكون مدفوعة الأجر. يعني محمد رمضان أو الفريق القايم على المسلسل ده بيدفع للصفحات ديّة إنها تروج للمسلسل، تحاول تتكلم عنه بأي طريقة حتى ولو بهجوم. يعني مسلسل محمد رمضان يعني كأن يمارس البلطجية، وكما نشاهد فيه من أعمال عنف كما تعودنا من محمد رمضان. هو مسلسل المداح يعتبر هو حصل على المرتبة التانية يعني الموسم الثالث، يعني كأنك تسمع كل يوم نفس الحلقة من الموسم الأول والموسم الثاني، حلقات ومشاهد متكررة. وطبعا بقية المسلسلات إما تشويه لأطراف معينة أو تزوير في التاريخ اللي احنا بنعيشه، ومن رأيي مفيش ولا مسلسل نجح. يعني العديد من المسلسلات كأنها حشو، وحتى المسلسلات المضحكة لم تضحكنا خلال هذا العام، إضافة إلى البرامج يعني برنامج رامز جلال، يعني ما نشاهد فيه من سخافات، ويعني وكأنه يكرر مش عارف الموسم ال11 تقريبا أو الموسم إيه، ولكنه يكرر ما بدأه من أول موسم. في النهاية أحبابي أنتظر تعليقاتكم يعني ورأيكم في مسلسلات وأعمال الدراما خلال موسم رمضان 2023. شكرا لكم أحبابي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أشكركم.